two, three, funky. اهلا وسهلا لافامي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فلوق جديد ان شاء الله. يلا نفوجوا شويه. شهر 8 هذا الصيف، الحال سخون، لا بد ما نخرجوا نبدلوا الجو. فالرحله ديالتنا كتبدا انطلاقا من الدار البيضاء والوجهه الى مدينه الجديده ان شاء الله. تما غادي نفطروا ان شاء الله في جديده. من بعد غادي نمشيو نشوفوا الموسم ديال مولاي عبد الله، ومن بعد غادي نكملوا الطريق ديالنا. فالوجهه الاخيره هي اكادير. فالان وصلنا للجديده، نزلنا واحد القهوه يا الشيف سيتو، ايوب. نزلنا قهوه ديالنا، خدينا الفطور ديالنا، فغادي نفطروا ومن بعد غادي القهيوه ديالنا. المكان ديال الموسم ديال شوفي يا اختي الشعر الكريبي. بغيت ندخل عندهم وانا ري تبارك الله، صلى على النبي قداش. فكيف ما كتلاحظوا فاحنا كنتواجدوا الان في مقر الموسم ديال مولاي عبد الله امغار. ولكني اليوم كان كيف قلت لكم، اليوم كان النهار الاخر في الموسم، يعني كانوا الناس كيجمعوا. الاحصنه ما كانتش كثيره فكانت قليله، مي كانوا مازال غادي يلعبوا اليوم في الليل. ولكن حنا كانت مازال تابعنا الطريق، فداكشي علاش ضربنا غير دوره في هذا السوق هذا، ومن بعد خدينا الوجهه الى مدينه الوالديه. خليكم معايا. ومن بعد ما قمنا بالجولة في مدينة الجديدة، فخدينا الطريق إلى مدينة الوالدية إن شاء الله، اللي غادي نتغداو فيها. ديتك شديتك. ايه ولا فامي العزاز، من بعد ما تغدينا في مدينة الوالدية فشدينا الطريق إلى مدينة آسفي، اللي وقفنا فيها حتى هي واحد شوية. ما نكذبش عليكم، مشينا على طريق البحر من جديدة حتى للصويرة. فواحد المنظر رائع رائع رائع، وكيف ما كتلاحظوا البحر على طول الطريق. هنا تقريبا كان وصل تقريبا وقت الغروب، فاستمتعنا بالطريق وبالبحر وبالأجواء الرائعة. فهذه هي العطلة، الإنسان يخرج يفوج ويدور مع راساته شوية. يلا خليكم معايا حتى نكملوا هاد الجولة ديالتنا.
قال لك اونطري ليبر. le festival international de Cannes في caricature. مرور الكرام. Activity no gesto mentiras. فكيف ما كتلاحظوا فراه وصلنا لمدينة الصويرة الرائعة، المدينة التي كنعشقها بزاف بزاف بزاف، ولو أن كان الجو فيها بارد بزاف. ولي هادشي جاك برد، ما كاينش البرد، ما كاينش البرد. صافي تبروشيتي معاهم. عرفتي واحد عرفتوا يا الوجهة إلى أكادير. ايوا لا فامي العزاز، بعد ما تعشينا في الصويرة خدينا الطريق باش ندخلوا لأكادير. كيف ما كتلاحظوا الطريق ما بين الصويرة وأكادير طريق شوية صعيبة، إلا ما نقولوش بأنها خطيرة، فكاينين فيراجات واعرين، وسيرتو باللي الإنسان يمشي ساق غير بشوية باش إن شاء الله يوصل في أمان الله وحفظه. فالطريق راها كانت طويلة أكيد، وكنا غاديين مونسين في الطوموبيل وكنضحكوا وكنغنيو هكا باش ما ينعش الشيفور ديالنا اللي صايق بينا باش ما يديش الناس. فكنا مونسين في الطريق. كيف ما كتلاحظوا طريق طويلة وفيراجات والليل، فالإنسان ياخذ الحذر، الحيطة والحذر حتى يوصل بسلام. وهنا الغزالات ديالي بدات كتبان لينا معالم مدينة أكادير. كيف ما كتلاحظوا الأضواء كيفاش دايرة، فهنا قربنا إن شاء الله ندخلوا لأكادير. فراه دخلنا مع تقريبا كيف قلت لكم، فوصلنا لمدينة أكادير مع 2:30 ديال الليل، من نقولوا من 9:30 ل 10 ديال النهار، وحنا خارجين ما شاء الله حتى ل2:30 الليل. فما خلينا حتى محطة ما وقفنا فيها، انطلاقا من مدينة الدار البيضاء.
فكيف ما قلت لكم كانت الانطلاقة من مدينة الدار البيضاء مرورا بمدينة الجديدة اللي خدينا فيها بوز ديال الفطور، من بعد مدينة الوليدية اللي خدينا فيها الغداء، من بعد دزنا على مدينة أسفي اللي تاهي توقفنا فيها شوية، من بعد خدينا الاتجاه لمدينة الصويرة اللي تعشينا فيها، وفي الأخير كانت الوجهة مدينة أكادير اللي دخلنا إن شاء الله ليها مع الجوجونس ديال الليل. إذا لا فامي العزاز كانت هذه هي الجولة ديالتنا ديال النهار أو اليوم الأول من هذه السفرية. فهنا غادي نحبس معكم هذا الفلوق باش ما يجيناش طويل، ولنا موعد مع الفلوق الموالي لهذه الخرجة إن شاء الله. إلى اللقاء. 1 2 3 funky.